السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضغط عصبي. أم الطفلين مش بتنام كويس عشان عندها طفل في طور النمو، متقلبات النوم، وعندها مواعين وبيت وزوج وأكل وغسيل وتعليم ما تعدش بقى كل ده، وفي طفلين طول النهار عاملين شبه الدرر ماسكين في شعور بعض، وانتي بقى عليكي تطلعي ورك ده من بق دي، او ايد دي من قفا ده، او صبع حد من عين التاني. ده غير انك بتعملي شغل البيت تحت سيمفونيات البكاء والقر والزن او الصيت والحقيني يا ماما بيضربني، وبتعضني اخد مسطرتي المكسوره اللي ملهاش اي لازمه، اللي كنت سايباها على الترابيزه سنتين ولا عمري مسكتها، بس انا جالي الرغبه الملحه للعب بيها دلوقتي. ولو ربنا كرمك وقدرتي تسيطري على وضع تنيمي حد ياخد قيلولة، والتاني بقدرة قادر قاعد يلعب على لعبة ولا لزقتيه في كرتون، وهنا بقى تبدأ الحفلة الداخلية. ابدا، حفله بسيطه كده، اوفر ثينكينج مع هرمونات انثويه، مع ذكريات الماضي الاليم ومخاوف الحاضر اللئيم، ووقعت الفاس في الراس ووقعتي في الفخ واتجريتي الرذيله الفكريه، وبداتي الحفله. هل انا ام كويسه لولادي؟ هل انا حنينه كفايه؟ هل انا بربي صح ولا غلط؟ هو انا زوجه صالحه؟ هو انا ماليه عين زوجي؟ انا محتاجه اظبط ايه في وشي؟ انا شعري ده محتاج خلاط، وهنا هتبقي حضرتك في نص الخلاط، ولا عارفه تبقي سموزي ولا حصلتي عصير حتى. ومع كل الضغط ده تيجي واحدة غلسة زيي تقولك بس المفروض ما تتنرفزيش على ولادك، ومفروض تقزمي غيظك، ولازم تسيطري على اعصابك. والله عارفة انه صعب، ومش هتتصعبي عليا وتراجع عن كلامي، لا فعلا انت لازم تعملي كده. ومن هنا بناشد كل ام مطحونة اننا نحاول نسيطر على نفسنا، وجاية اقولك اننا هنحاول نعمل تحدي قزم الغيظ وتمالك الاعصاب على ولادنا لمدة اسبوع. ورقك وقلمك واكتبي لافتات في البيت قدام عيون سعادتك، عشان كل ما ترفعي ايدك على حماده تشوفي اللافته وتنزلي ايدك تاني، ولما تيجي تصوتي في ميسون تلاقي ورقه تانية حاطه ايديها في جنبها وبتقولك ما توطي صوتك شويه يا كتعه، وافتكري ان طفلك قابل للغسل والتنظيف، وان اي حاجه في البيت حتى لو قابله للكسر فهي قابله للتبديل والتصليح، الا نفسيه كتاكيت قلبك فهي لو انكسرت صعبه تتصلح. ولادنا يستحقوا اننا نتغير ونقاوم عشانهم. اذكر نفسي واياكم. مع السلامه.